بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. لكل عشاق الآثار والأهرامات، الموقع ده ليك والفيديو ده ليك. الموقع ده عبارة عن تعاون ما بين علماء جامعة هارفارد ووزارة السياحة والآثار المصرية. الموقع عبارة عن إيه؟ عبارة إنه بياخدك في جولات 3D داخل الهرم الأكبر، وهيتم طبعا برضو معظم الآثار الموجودة في الجيزة هيتم عملها على نفس هذا المنوال يعني. فأنت الموقع ده جميل جدا، تقدر تكتشفه معانا في الفيديو ده. أول حاجة هنا هنختار طبعا الموقع ده هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف أسفل الفيديو. في مقالات هنا وفي حاجات كتير يعني تقدر تكتشفه مع نفسك. فاحنا دلوقتي هنشوف مع بعض الجولات الموجودة داخل الموقع. هاجي هنا هلاقي كذا جولة، أشهرهم طبعا الهرم الأكبر ومقبرة توت عنخ آمون. فأنا هختار هنا الهرم الأكبر اللي هو هرم خوفو. طبعا هستنى هنا يحمل، معلش بقى النت في مصر انتوا عارفين يعني بعافية شوية، فاحنا دينا مستنيين. هختار بعد كده هنا ادخل الهرم. هو هنا جابك عند المدخل بتاع الهرم، انت هنا هتضغط التالي. ممكن في الاول هنا هنضغط مع بعض التالي لحد ما نوصل للنهاية، بس انت ممكن تتحكم بنفسك في الدخول وفي الخروج بالادوات الموجودة على جنب دي، هنشوفها مع بعض بعدين. هختار دلوقتي التالي، هو بيشرح لك كل خطوة بخطوة انت فين بالظبط في الهرم. انت هنا هو بيقول لك ان انت على مدخل الهرم، فده بيجيب لك المحيط بتاع الهرم وبيشرح لك طبعا نقطة نقطة. ده المدخل اللي احنا هندخل منه بعدين، يعني بعد ما يخلص المحيط بتاع الهرم والشرح بتاعه. هو جايب لك هنا دي الأنفاق داخل الهرم اللي احنا هنمشي فيه. احنا جينا كده عند المدخل وهنبتدي الرحلة بتاعتنا داخل الهرم. بيشرح لك هنا انه المدخل ده تم في عهد الخليفة المأمون، وبيشرح لك ازاي يعني اتعمل النفق ده. كل خطوة بيشرحها لك كأنك موجود داخل الهرم بالظبط ومعاك مرشد سياحي. انت جيت هنا عند مدخلين. مدخل ممر تنازلي في الغرفة تحت. الغرفة دي بيقول لك انها غامضة ولحد دلوقتي هما ما مش بيكتشفوا هي كانت بتاعت ايه بالظبط. هو كده اختار الممر اللي بيودي على الغرفة. بعد ما هيخلص ويوصل للغرفة ويوريك الغرفة من جوه، هيرجع تاني للممر اللي هو بتاع السلم اللي كان رايح لفوق ده. احنا كده وصلنا الغرفة. هو بيقول لك هو هنا في المعلومات اللي على الجنب اللي بيديها لك: هذه الغرفة الغامضة لا تعطينا الكثير من القرائن حول الغرض منها. وبيشرح لك كل نقطة، يعني انت فين بالظبط وموجود فين. طبعا انا هختار التالي على طول، وانتوا مع نفسكم بقى ايه تقدر تقلب في الموقع وتكتشف كل حاجة موجودة فيه. هنا هيختار المدخل بتاع السلم، هيكمل فيه ممر. تقدر تتحكم برضو انت بالماوس وتشوف اي اتجاه انت عايز تشوفه، لانه 3D طبعا يا جماعة. مش طبعا عارفين 3D مش محتاجين ان انا اتكلم عنه. تختار التالي كل نقطة بالشرح بتاعها. صراحة شيء ممتع، كأنك داخل الهرم يعني من انت وفي البيت. تقريبا قربنا نوصل للنهاية. يشرح لك كل نقطة بالظبط بتاعت ايه وانت فين وكل حاجة. احنا كده وصلنا للنهاية، وبيقول لك هو انت ممكن تختار حاجة تاني
اللي هو الرمز ده، دي غرفة لملكة. بس انا هنا مش هختار الغرفة دي، هنرجع بقى اللي انت ازاي تقدر تتحكم انت في الدخول والخروج، مش تضغط التالي. هاجي هنا، طب في الرموز الموجودة على الجنب دي، في هنا عندي رمز المسطرة ده برضو نقول ايه فايدته. ده بيقيس لك المسافة لأي نقطتين انت بتختارهم. يعني انت لو عايز تعرف العرض الحقيقي للجدار ده، بتختار، تضغط على علامة الزائد دي، وتختار هنا وهنا كده، هو جاب لك 5 متر و11 سنتي. ده العرض في الحقيقة. يعني برضو بيحاول يعيشك كأنك داخل الهرم وموجود في المكان بالظبط يعني. بعد كده هنا لو عايز اتحكم بنفسي بقى في الدخول، هضغط هنا في العلامة دي. بعد كده هضغط رمز الراجل اللي بيمشي ده. هو هنا جابني عند المدخل، هلف هنا بالماوس كده، يعني جايب لك على الطبيعة بالظبط يعني. انت كده واقف عند المدخل. لو عايز بقى تدخل، تضغط بالماوس عند النقطة، تكون يعني لقدام شوية انت كده، وممكن تلف براحتك وكأنك يعني في المكان بالظبط. تفضل تضغط هنا بالماوس وتتحكم براحتك في الدخول. زي ما قلنا ممكن تزوم وتشوف أدق التفاصيل على الجدران يعني أنا هنا ممكن أزوم كده وأشوف هنا الإمضاء على الخشب ده. في ناس هنا بتمضي طبعا، أي حد بيروح يسجل اللحظة دي بالإمضاء بتاعته، كأنك يعني سبحان الله، حاجة جميلة جدا بصراحة، كأنك موجود في المكان بالظبط. أنا هنا اختار المدخل بتاع السلم والفوق. هسيبك بقى تكمل براحتك في الموقع وتكتشف كل حاجة فيه وتختار. يعني زي ما قلنا ممكن تختار هنا حاجة تانية غير الهرم الأكبر. ممكن تختار مقبرة توت عنخ آمون أو أي حاجة من الجولات الموجودة هنا اللي ظاهرة معايا دلوقتي على الشاشة. كده يكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك الفيديو وما تنساش اللايك وما تنساش الاشتراك في القناة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.